حقك عليا، افتكرتك من اهلي. زمان لما العرب كانوا بيقيموا الافراح كانوا بيوزعوا اللحمه في رغيف عيش، بس طبعا مش زي رغيف العيش بتاع الحواوشي. لا، ايامها كان رغيف العيش كان عنده صحه كده وكان ودد في نفسه. جرايه متابع منك ليه؟ انتوا هتودونا في داهيه ولا ايه؟ شمع الفتله الله يسترك بسرعه وتعالى احكيلك. شوف بقى يا جنرال، لو صاحب الفرح كان بيلاقي ان عدد الحضور اكبر من عدد قطع اللحمه اللي عنده وخايف انها ما تكفيش، كان بيلف العيش في بعضه كده حاف من غير لحمه ويوزعه على القريبين منه او اللي فاكر انهم هيستروا عليه، وده طبعا علشان يوفر اللحمه للغرب. فكان في واحد من الرجاله دول كان في فرح يخصه، راح موزع العيش حاف من غير لحمه على اصحابه وقرايبه واللي كان بيحسن الظن فيه، فبداوا ياكلوها فعلا وكأن فيها لحمه. لكن كان في واحد فيهم فضح حبتين، راح فتح العيش ما لقاش فيها لحمه، قام نادي على صاحب البيت وقال له يا ابو فلان العيش ما فيهوش لحمه. فرد عليه صاحب البيت وقال له حقك عليا، افتكرتك من اهلي. للاسف في الزمان ده بنتخدع في ناس كتير كنا فاكرين انهم مننا وهيردوا غيبتنا ويحموا ظهرنا ويخلصوا لنا علشان ما شافوش مننا اي حاجه وحشه، لكن الكارثه ان هم اللي بيخلصوا علينا. ابقوا اتاكدوا كويس هتوزعوا العيش الحاف على مين علشان ما ترجعوش تندموا بعد كده. بس يا سيدي، وهو ده اصل الحدوته.